على الاكوايرد كوزز الاسباب المكتسبه. في البريجنانسي والبيوبيريوم الحمل والنفاس، اثناء الحمل بيزيد انتاج عوامل التجلط طبيعيا عشان الجسم يستعد لفقد الدم وقت الولاده، فيحصل زياده في خطر تكون الجلطات. تاني عامل مكتسب وهو الاورال كونتراسبتيف بيلز او الاستروجين ثيرابي. الاستروجين بيزود تصنيع عوامل التجلط كلوتنج فاكتورز، فيزود الريسك لحدوث الدي في تي والبلمونري امبوليزم. ثالث نقطه الكانسر او المالجنانسي، الاورام الخبيثه. بعض السرطانات خصوصا البنكرياتيك او الجاستريك او اللانج كانسر بتطلق مواد تفعل التجلط، فممكن تسبب تروسس سيندروم، ودي باختصار شديد جلطات بتنتقل في اوردة مختلفه اللي بنسميها ميجريتوري ثرومبوفليبايتس. رابع نقطه في العوامل المكتسبه النفروتيك سيندروم، المتلازمه الكلويه. في الحاله دي الكلى بتفقد بروتينات مهمه زي بروتين اس وبروتين سي وانتي ثرومبين 3، بتفقدها في البول، فده بيؤدي لزياده التجلط.